اوكي. مشاهدينا متابعينا الاعزاء، في هذه اللحظات استضيف الاستاذ خالد يماني ضيف شرف البطوله الحاضر اليوم لمتابعه مباراه المدي. في الاصل ايضا رئيس نادي مسافات المعني بسباقات الجري، وكذلك المهتم واللي سيكون ان شاء الله ايضا منظم لمباراه تحدي الطيبين في جده. سعداء كثيرا بتواجدك، شاكرين لك اتاحه الفرصه في بطوله اكاديميه نور، يعطيك العافيه. مشكورين، وإن شاء الله يطلع لقاء يعني نافع للجميع، ويعطيكم العافية على التنظيم والشغل الجبار اللي شايفينه في بطولة أكاديمية نور. وحقيقي أنتم يعني أتعبتوا من بعدكم، وإن شاء الله يعني الكل يتعلم ويستفيد من الخبرة اللي أنتم جالسين تقدموها وقاعدين تعرضوها على المجتمع في في فرق الحواري. جميل. اليوم نتحدث عن تواجدك في بطولة أكاديمية نور، شكرا لك على هذا الثناء الرائع اللي نتمنى أن نكون نستحقه. لكن إيش أكثر شيء لفت انتباهك اليوم لما تشاهد بطولة بهذه الحوافز المادية الموضوعة وكذلك الأداء الفني القوي؟ حقيقي أنتم تستحقوا الثناء، يعني أنا ما قلت شيء إضافة على، بالعكس إحنا قصرنا في الثناء عليكم وشكركم على هذا المجهود. أنا حضرت مباراة الافتتاح وأتابع مباريات الحواري سواء في جدة أو في مكة. حقيقي أرجع أكد لك إنه أنتوا أتعبتوا من بعدكم في تنظيم المباريات، تنظيم البطولات. هذا العمل الفني الكبير والإشراف المباشر من الكابتن محمد نور على البطولة اللي أعطاها زخم قوي، المتابعات القوية على السوشيال ميديا للبطولة، الحضور الجماهيري اللي ما يحتاج أن أتكلم عليه، هو يفرض نفسه على الجميع. حقيقي عمل يعني يستحق الثناء ويستحق يعني إنه كثير زيادة في الاهتمام سواء من وزارة الرياضة أو من القطاع الخاص. وإن شاء الله في البطولات الجاية حتلاقوا اللي يدعم بشكل أكبر ويتنافسوا حتى يعني دوري الدرجة الرابعة والثالثة في الحضور الجماهيري. تحدث أيضا في وقفة أخيرة عن تحدي الطيبين، هذه المبادرة الرائعة جدا، حدثنا أكثر عنها. وعندنا علم أنه أصلا يعني في الأساس الأسطورة الكابتن محمد نور أيضا من المنظمين والمشرفين على هذه المبادرة الرائعة. حدثنا أكثر عن تفاصيلها وموعدها. هي البطولة هي مباراة تحدي الطيبين بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن والتوعية عن مرض الحزام الناري. حبينا نستغل شهر أكتوبر اللي فيه اليوم العالمي لكبار السن، ونسقنا مع الكابتن محمد نور ومع مجموعة من اللاعبين إنه يكون في تحدي مباراة ما بين النجوم 84 ونجوم الثمانينات والتسعينات يلتقوا في مباراة. وأنت تعرف يعني كرة القدم وتأثيرها في إيصال الرسائل المجتمعية، والهدف زي ما قلت لك هو توعية المجتمع إنه يمارسوا الرياضة وعن أهمية ممارسة الرياضة. اليوم أنت لو تشوف الرياضي الشاب في لما يصير سنه فوق 50 يختلف عن الإنسان العادي اللي ما مارس رياضة. جميل. فإحنا من خلال هذه المباراة حابين نوصل رسالة للمجتمع إنه يعني احفظ نفسك في الصغر بممارسة الرياضة، إن شاء الله في الكبر حتكون بصحة جيدة وتبتعد عن يعني إن شاء الله يعني تبتعد عن الأمراض والأمراض المزمنة اللي منتشرة في الوقت الحالي بسبب الخمول وعدم ممارسة الرياضة. وهذا يعني مشاركة اللاعبين وإشراف محمد نور على البطولة هذا دليل إنهم صراحة شباب مهتمين بموضوع الخدمة المجتمعية، مهتمين برسالة المباراة، مهتمين بالتعاون مع الجمعية السعودية للطب والأسرة والمجتمع إنه يوصلوا الرسالة، يوصلوا الهدف من إقامة هذه المباراة. وإن شاء الله تكون يعني على قد الحدث ويكون تنظيمها بشكل مميز بحضور نجوم المملكة العربية السعودية بإذن الله. موعدها إن شاء الله في 18 من أكتوبر هذا الشهر إن شاء الله. حتكون يوم الجمعة يوم 18 أكتوبر في القرية الأولمبية في شارع طريق الملك فهد، وفي عدد من الجوائز يعني أكثر من 20 جائزة سواء ما بين نقدية وعينية جوالات وخلافه إن شاء الله. جميل. سعداء كثيرا بتواجدك أستاذ خالد يماني، شاكرين لك تحت هذه الفرصة وهذا الإيضاح الرائع. بارك الله فيكم. وحقيقي يعني أرجع أثني للمرة الثالثة إنه حتتعبوا اللي بعدكم في تنظيم بطولات كرة القدم. وحقيقي أتمنى يعني وإن شاء الله نشوف كل بطولات الحواري في هذا المستوى أفضل بإذن الله. من يعني أنتوا يعني زي باختصار أنتوا حققتوا أركان نجاح أي بطولة: حضور جماهيري، مستوى فني، وتغطية إعلامية جبارة بجهودكم. شكرا لك أستاذ خالد. الله يسلمك.